السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ بحيي كل الكباتن والأبطال اللي بيتمرنوا في الجيم أو في البيت، أو عندكم جهاز جيم في البيت، مالتي جيم، وبتتمرنوا في البيت، أو يعني عاملين جيم ليكم في البيت وبتتمرنوا، أو بتتمرنوا في الجيم برا وبتلعبوا مثلا على جهاز فراشة زي اللي أنا قاعد عليه ده، بتر فلاي أو مالتي جيم مثلا. وانتوا عايزين ايا كان الجهاز ده اللي انتوا بتلعبوا عليه، مثلا الجهاز ده اوزانه 100 كيلو وانتوا عايزين تزودوا فوق الوزن ده عشان بقالكم فترة بتلعبوا كده، فأعصابكم شدت والقوة العضلية بتاعتكم ازدادت وكده والقوة عندكم ازدادت، ان وزن الجهاز كله بقى يعني بقى خفيف معاكم، يعني عايزين الليفل بتاعكم عالي وعايزين تزودوا وزن فوق وزن الجهاز ده. هقول لكم هتعملوا ايه. يعني مثلا لو سواء في البيت او في الجيم بتتمرنوا على الجهاز وحاطين البن على اخر بلاطة تحت على وزن 100 كيلو، هتزودوا فوق الوزن ده ازاي؟ خليكم معايا. بص يا جماعة، انا كده دي اوزان الجهاز اهي. تمام، انا حطيت بن على اخر بلاطة تحت. تمام، ازود البن على اخر بلاطة تحت، وكده انا رافع اوزان الجهاز كلها. تمام، لو انتم في الجيم الموضوع هيبقى سهل معاكم، هتبقوا جايبين بين تاني زي ده من اي جهاز بقى جنبكم تاني في الجيم، تاخدوا بين منه وهتحطوه فوق بقى، وهنا وبين القديم هيبقى مكانه تحت هنا. تمام، وهتحطوا وهتزودوا الطارة مثلا 10 15 20 كيلو بالشكل ده. كده انتوا زودتوا فوق اوزان الجهاز، تقدروا تلعبوا وتتمرنوا عادي. لو انتم في البيت بقى تضطروا تشتروا بن تاني زي كده. ممكن تسأله، عارف شركة أجهزة رياضية بيتباع. أنا لسه ما جبتوش علشان ما بلعبش بقالي فترة، علشان كان عندي ظروف مريح. بس لو وصلت عرفت انه بيتباع في أمازون، هحط لكم اللينك في صندوق الوصف بعد كده تحت. انما ممكن انتوا تجيبوا من شركة أجهزة رياضية عادي، تسألوا في أي شركة أجهزة رياضية وهتلاقوا إن شاء الله موجود. بس لو انتم في البيت هتحطوا بن على آخر بلاطة تحت، وهتجيبوا بلاطة فوق تحطوها في نص أوزان الجهاز عادي، وتزودوا بقى طارة كده. انتوا زودتوا فوق أوزان الجهاز بقى أيا كان الطارة اللي عايزين تحطوها، 10 15 20. بس يا جماعة، هو كده الموضوع بكل سهولة، وأنا عملت الفيديو ده لمساعدتكم مش أكتر. بتمنى أكون ساعدتكم وفدتكم بالفيديو ده. أتمنى أكون فدتكم وساعدتكم بالفيديو ده. أخواتي حبايب قلبي، أشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.